السلام عليكم، كيف دايرين مع الصحة؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف دايرين مع الشتاء وهاد الفيضانات؟ والله جا ربي يشوف من حالنا ويلطف بينا، هادشي اللي كاين. اليوم غادي نشارك معكم الزيتون، بحال الصوص ديال الزيتون ولا الزيتون مطحون، ما عرفتش كيفاش نسميه. انا وريته لختي والصراحه كيجي زوين بزاف. دوزو هكا بالخبز ولا ديروه في كساندويتشات ولا اللي بغيتو، المهم كيجي واعر الصراحه. المهم دابا قبل ما نبداو، اللي مازال ما اشترك في القناه يشترك وديروا لايك باش يكون شويه التفاعل، حتى انا كتشجعوني نعاود نحط فيديوهات جداد. انا ما الصراحه ما كنتش ناويه نصور، يعني حتى لاخر لحظه عاد صورت. المهم الزيتون، الكحل، لا ما كانش مغسول كتغسلوه، انا كان عندي مغسول كتغسلوه، كان مغسول ومشرمل. المهم الا كان متيقننش من النقا ديالو كتغسلوه وكتحيدوا له العظم، وكديروا معاه كيلو، كديروا معاه واحد 3 دروسه ديال الثومه، وكطحنوه في الهاشوار. و ومن الاحسن يكون الزيتون ما يكونش الزيتون حار. الا كان الزيتون هذاك اللي جديد فيه المذاق ديال المروره الحروره، راه ما يجيكمش زوين. ومن بعد كديروا معلقه كبيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال السودانيه، وكديروا واحد حامضه، يعني كتعصروها وكديروه عصير ديال حامضه. انا درت عصير حامضه، كتزيدوها عليها في الهاشوار وكتزيدوا طحنوا. كما قلت لكم، لا كان الزيتون حار فيه المذاق ديال الحروره، ماشي الحروره السودانيه، الحروره راه كيجيكم ما كيجيش زوين، كيجي تاكلو كيجي ما كيجيش زوين. خص الزيتون يكون حلو. من بعد ما كنطحنو كنزيد له زيت العود، يعني زيت البلديه، وكنديروه في بواطه وكنديروه في الثلاجه، وملي كنبغي كنجبد وكنحط بالصحه والراحه. ولكن ضروري يكون مغطي من الفوق بالزيت البلديه. الا ما كانش مغطي من الفوق بالزيت البلديه راه غادي يخسر، غادي يغمل. ومهم كنتمنى الوصفه تعجبكم وتهلاو في راسكم، وبسلام عليكم وعشركم مبروكه.